السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل المحشي باللحمه، وان شاء الله هقول لكم ازاي تطلعوا اللحمه دايبه كده، وهنعمل كمان خلطه المحشي. انا اسمي هاله ودي قناتي. لو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اول حاجه هنبدا بيها وهي خلطه المحشي. هجيب حله فاضيه على النار وهحط فيها معلقتين كبار من السمنه، وطبعا على حسب كميه المحشي اللي هنعملها، وهنحط معاها تقريبا نص كوبايه من الزيت، وهنحط بصلتين كبار متقطعين ناعم، يعني نفرمهم ناعم جدا، ونقلب البصل لحد ما يدبل معانا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بعد كده هننزل على البصل براس كبيره متقشره ومفرومه من التوم. طبعا يا جماعه في ناس مش بتحب التوم على المحشي، بس اضافه التوم هيدي للخلطه نفس حلو جدا وطعم حلو. هنقلب التوم كده مع البصله لحد ما كلهم يتحمروا يعني كويس. طبعا احنا بنحط التوم والبصله يعني لسه بادئه تدخل في التحمير، يعني بتكون دبلانه كده وبدأ لونها يصفر. بنحط التوم علشان التوم طبعا بيتحمر بسرعه عشان ما يتحرقش، ما نحطوش في الاول خالص. بعد كده هننزل بشفشقين من عصير الطماطم. انا حطيت شفشقين من عصير الطماطم، بس طبعا الكاميرا فصلت مني. بعد كده هحط معلقتين من هريسه الفلفل الاحمر. طبعا الهريسه على حسب الرغبه برضو، ممكن تحطوها يعني ايه، او ممكن ما تحطوهاش، يعني هي ايه حسب الرغبه، عشان في ناس مش بتحب الحاجه الحاره. بعد كده هحط الملح بتاعي، طبعا ده حسب الرغبه. هسيب التسبيكه تتسبك. بعد كده هشوح اللحمه في طاسه على النار، هحط فيها معلقه كبيره من السمنه البلدي واشوح اللحمه بتاعتي. طبعا بتجيبوا لحمه من اي قطعيه انتوا تحبوها. هشوح اللحمه تاخد صدمه كده في الاول. في ناس بيحبوا يحطوا اللحمه من غير تشويح، بس الطريقه دي هتفرق جدا في طعم وريحه المحشي. هشوح اللحمه كده واحط الاضافات بتاعتي. هحط فصين من الحبهان، وهحط معاهم شويه كده من الروزماري. طبعا انا كان عندي الروزماري مش اعواد، حطيت شويه كده من الروزماري بيفرق في الطعم، ومعاهم فص ثوم. هشوح اللحمه لحد ما تاخد لون زي ما بشوح اللحمه العاديه خالص. اللحمه المسلوقه طبعا قبل ما بنعملها لازم نشوحها كويس. طبعا يا جماعه الاضافات اللي انا حطيتها دي ادتني اضافه حلوه جدا، او يعني طعم وريحه حلو جدا للحمه من قبل ما تتحط في المحشي. يعني ريحتها بصراحه كانت حلوه جدا. هشيل بقى اللحمه، طبعا كانت اخدت اللون ده، والصوص اللي اتبقى معايا ده هصفيه وهحطه هضيفه على المحشي. بعد كده نيجي نحط الخلطه بتاعتنا. هجيب صينيه واسعه، وطبعا الرز ده انا غسلته وصفيته كويس جدا من اي سوائل. بعد كده جبت بصله متقطعه ناعم جدا، وحطيت عليها ملح وفلفل، دعكتها بالملح والفلفل. الاضافه دي في تكات كده يا جماعه في خلطه المحشي هتفرق معاكم جدا في طعم وريحه التتبيله. برضو هنحط توم مفروم ني. طبعا لو حابين تستغنوا عن الخطوه دي عادي براحتكم. بعد كده هحط الخضره بتاعتي، بقدونس مفروم وشبت وكزبره. طبعا نكتر الشبت لان المحشي يعني اساسه هو الشبت. هقلب كل المكونات الجافه دي مع بعضها. بعد كده هنزل بالصلصه بتاعتي، كانت اتسبكت كويس جدا. طبعا صلصه نازله يعني ناشفه جدا، ما فيهاش اي سوائل خالص. هنزل على الخلطه بتاعتي كده بالصلصه. طبعا يا جماعه خطوه التوم دي ممكن تحطوها وممكن تستغنوا عنها، يعني براحتكم، بس هي بتفرق جدا في طعم المحشي، وانا معتمده الخلطه دي من زمان. بعد كده حطيت تقريبا معلقتين من الزيت، وحطيت 4 معالق من القشطه. دي القشطه اللي بتبقى موجوده على وش الحليب، هتفرق جدا يا جماعه في الطعم بتاع المحشي والريحه. جربوها وان شاء الله هتدعوا لي. بعد كده بحط الملح، طبعا لو الملح مش مظبوط بحط معلقه صغيره من الفلفل الاسمر والبابريكا، ومعلقه صغيره من الشطه حسب الرغبه، ومعلقه صغيره من الكزبره، معلقه صغيره من الكمون. طبعا بنحط 7 بهارات لو حابين. بعد كده بنقلب كل المكونات دي مع بعضها، بنقلب الخلطه كويس جدا. طبعا خلطة المحشي يا جماعة لازم تكون لونها احمر، الصلصة بتاعتها لازم تكون كتيرة فيها، والخضرة كمان لازم تكون كميتها كبيرة. امشوا على المكونات اللي انا عملتها دي وان شاء الله هتدوقوا احلى محشي. بعد كده هنرص الحلة اللي هنعمل فيها المحشي. دي العيدان او السكان بتاعت الشبت والكزبرة اللي انا قطعتها، مش برميها، بغسلها كويس، بحطها في ارضية الحلة، وبقطع بقى حلقات من البصل. ممكن نحط مثلا فلفل، ممكن نحط اي حاجة احنا حابينها، ممكن نحط قطع حلقات من الطماطم. انا اكتفيت بالبصل والعيدان الخضره. عيدان الخضره والبصل بيعملوا ريحه جميله جدا. بعد كده هبدا بقى احشي المحشي بتاعي. طبعا بنعمل بقى صوابع صغيره كده، ما بنعملهاش كبيره قوي. طبعا بنبقى مقطعين الكرنب على حسب الصباع هيبقى عامل ازاي، يعني بنبقى مقطعينه مساوي. انا كنت عامله فيديو قديم هنا قبل كده على القناه، هحط لكم الرابط بتاعه في طريقه تقطيع محشي الكرنب.
طبعا بعد ما اوصل لاول سطرين في الحله برص اللحمه كده. ممكن لو حابين تحطوها في الارضيه عادي مفيش اي مشكله. انا حطيتها بعد اول سطرين حطيتها يعني قبل ما اوصل لنص الحله. بعد كده هبدا ان انا ارص حواليها المحشي طبعا لحد ما اغطي وش اللحمه ده خالص واساوي وش الحله. طبعا انا ما كانش عندي كميه كبيره من الكرنب، فعملت ميكس ما بين ورق العنب والفلفل والكرنب. نيجي بقى لطريقه التسويه. انا حطيت على المحشي 3 كرانيد من شوربه اللحمه. انا كنت عندي يعني لحمه عاملاها مسلوقه وكده، فحطيت 3 كرانيد من الشوربه. طبعا البديل بتاعها لو انت مش عندك شوربه هتجيبي مكعبين من مرقه اللحمه وتحطيهم في كوبايتين من الميه او 3 كوبايات، طبعا على حسب كميه عقد المحشي اللي هتحطيها. وبعد كده بتحط عليهم معلقه من صلصه الطماطم والملح وفلفل اسود وتقلبيهم يدوبوا مع بعض وتحطيهم على المحشي. طبعا يا جماعه اللحمه كانت مستويه جدا ودايبه، يعني المحشي بعد ما غلى اول غلوه ونشف وطيت عليه ترديد. طبعا لازم بنشوف حبه الرز بتاعته عامله ازاي، لو محتاجه بنحط لها شوربه، لو مش محتاجه شوربه ما بنحطش حاجه وبنوطي عليه. اللحمه كانت دايبه جدا يا جماعه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك وسبسكرايب وتقولوا لي رايكم في التعليقات، وكل سنه وانتم طيبين، مع السلامه.